مشاهدي قناة مطبخي. مرحبا بكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم غريبة ديال الكاوكاو او المعلكة اللي كتجي صراحة لذيذة بزاف. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي هنا 3 ديال البيضات، كاس ديال سكر سنيدة، نص كاس ديال الزيت، 3 المعالق كبارين ديال الكونفيتير الخاص بالحلويات، عندي هنا المشماش، عندي قبصة الملح، 2 خمارات حمرين فاني، ونص كيلو ديال الكاوكاو. بالنسبه للكاوكاو راني حمرته نص تحميره، ما حمرتوش يعني كامل، وهرمشته نص مهرمش ونص مطحون مزيان. نبداو على بركه الله. كناخذ اناء غادي نوضع فيه كاوكاو وغادي نضيفوا المكونات كاملين كيف ما كتشوفوا. وضعنا جميع المكونات. دابا غادي نخلطوا الخليط ديالنا. من بعد ما جمعنا الخليط دابا غادي نبداو نشكلوا الغريبه ديالنا. عندي هنايا سكر كلاصي والماء الزهر. غادي نكوروا الغريبه ديالنا وغادي نفزقوا يدينا بالماء ديال الزهر ونفندوها في سكر كلاصي كما كتشوفوا. من بعد ما كورناها وفندناها في سكر كلاصي بحال هكا، غادي نوضع سكر كلاصي فوقها مزيان بحال هكا كتشوفوا، وغادي نوضعها في اللاطه. غادي ناخذ الكره الثانيه كما كتشوفوا. من بعد ما عمرنا اللاطه غادي ناخذ اللوز، يمكن لكم تاخذوا اللوز او الكركاع اللي عندكم متواجد، وغادي توضعوه بحال هكا. غادي تضغطوا غادي ندخلوها الفران، غادي نشعلوا عليها من الفوق حتى تشقق لينا. عاد ديك الساعه غادي نردوها لتحت. بالنسبه للطياب ديال الغريبه ديال الكاوكاو او المعلكه، المده ديال الطياب ديالها 15 دقيقه، ما تفوتوهاش باش ما تقصحش ليكم. الغريبه ديالنا هي من بعد ما وجدات خرجناها من الفران كيف ما كتشوفوا كتجي مشقه، كتجي زوينه بزاف. هذا هو الشكل النهائي ديال الغريبه ديالنا. كتجي صراحه لذيذه بزاف ومعلكه. كنتمنى تجربوها وكنتمنى تنال اعجابكم. ما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.